السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة احنا عدينا نفق الشهيد أحمد حمدي وداخلين على عيون موسى، رايحين راس سدر. رايحين نعمل ايه؟ رايحين نصيف. كنا السنة دي ما كانش فيه مخططاتنا أي مصيف ولا أي حاجة، بس الفكرة جت في يوم وليلة، أخدنا بعضنا وطلعنا هنقعد في قرية كده اسمها سبرينج. احنا رحناها في مرة زمان بس ما كنت صورت لكم منها. القرية اللي أنا معتادة عليها اسمها كاليسبو، بس النهاردة هنعدي من البوابة اللي قدامكم دي اسمها ويندرلاند، بتعدينا على القرية اللي احنا عاوزينها اللي اسمها سبرينج. فهنقضي فيها كام يوم كده، فحبيت أصور لكم من أول الطريق لحد ما أخش على القرية. القرية ديت يعني هي ملاك بس، والمكان اللي احنا قاعدين فيه عبارة عن فيلا دورين، مش شاليه. فهناخد فيه كده بتاع 3 4 ايام على حسب بقى المزاج وعلى حسب ما ناخد على المكان. بس يعني تقريبا هيبقى مش بحر ولا كده، هيبقى بس قاعدة مع بعضنا، وان احنا مغيرين جو مكان الشقق بقى والحاجة، ومصيف برضو هيبقى فيها بيسينات خلاص. فالقرية دي انا ما صورتكمش فيها ولا مرة، ان شاء الله اصور لكم فيها، اوريكم الشاليهات واوريكم كل حاجة. هنا ده ظهر الشاليهات او ظهر الفلل. في شاليهات وفي فيلل، بس احنا اللي رايحينها هتبقى فيلا عبارة عن دورين. انا حبيت اصور لكم من اول اليوم خالص كده، وبعدين اصور لكم كل حاجة بالتفصيل. ان شاء الله تبقى رحلة سعيدة كده لينا، وانتوا ان شاء الله لو رايحين رحلات تبقى سعيدة عليكم انتوا كمان، ونصيف بقى كده ايه ونغير جو.